الو، لو سمحت عاوزه 2 برجر فراخ 150 جنيه. شكرا. طب وليه 150 جنيه؟ احنا هنعمل للعيله كلها ومش هنكلف 150 جنيه. عندنا هنا نص كيلو من الفراخ المفرومه، وعندنا عليه بصلايه كبيره ومحطوط معاها قرن فلفل الوان اللي هو الاحمر مفروم برضو، وبصفي نص كميه البصل بس من الميه والباقي بحطه زي ما هو. حطيت التوابل بتاعتي نص معلقه من الفلفل والكمون والكزبره الناشفه، وحطيت كمان معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا. انا بينت لكم التوابل كلها، وربع معلقه صغيره من الحبهان واللورا المطحون اللي عملته معاكم قبل كده. قلبت كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، ولا هنضيف بيض ولا اي حاجه. اهم حاجه نخلط كل المكونات مع بعضها كويس. جبت المكبس بتاع البرجر وحطيت عليه كيس تلاجة يكون مفتوح، او الاكياس دي المفتوحه لو متوفره عندك، وهتحطي كميه كل مره هتحطي نفس الكميه. يعني انا باخد معلقه كبيره، خلاص هي كل مره باخد معلقه كبيره عشان تديني نفس السمك ونفس الحجم بتاع البرجرايه. بتعملي كل الكميه، وما بين كل 2 لازم يكون في كيس هتحطيه في الفريزر، طبعا متغطي برده بكيس تلاجة مش اقل من نص ساعه. وبعد كده هنجيب جريلا او طاسه نحط فيها حبه صغيرين من الزيت، وهنحط البرجر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا مش قادره اوصف لكم الريحه حلوه ازاي، ريحته حلوه جدا جدا، وولادك هيحبوه اكتر كمان من البرجر اللحمه. ريحته تحفه وطعمه بجد ما حصلش، ومش بقى بيشد ولا اي حاجه. احنا ما ضفناش بقسماط ولا ضفنا اي حاجه، هي فراخ بس. وطبعا تغسليها الاول وتصفيها خالص من الميه، وضفنا التوابل بتاعتنا والبصل، والسر في لون البرجر الفلفل الالوان الاحمر زي ما قلت لكم. حطي بقى كاتشب ومايونيز، وحطي كمان خس، وحطي معاها كمان بصل مشوي وطماطم ممكن تشويهم ورا البرجر. جربوها يعجبكم جدا جدا، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.